أمس في الشوط الثاني صار تغيير خروج أيمن يحيى ودخول صالح الشهري، وتقريبا صار هذا الشيء في آخر الدقائق أو على الدقيقة 70. بس المصيبة مو هنا، المصيبة شوفوا معاي الفيديو هذا، اسمعوا الفيديو وركزوا في المعلق ايش قاعد يقول. بس للأسف إنها اللقطة ما بانت للناس اللي قاعد تتفرج يعني في الشاشة، بس وضحت للمعلق. اسمعوا كذا. التبديل والتغيير. خروج ايمن يحيى. حلو. ودخول صالح الشهري. هل اسمع. اخطا في التبديل وكانه هيرفي رينارد اعترض على التغيير. إذا أنت معترض على التبديل اللي صار وما عجبك التبديل، مو هذه المشكلة. المشكلة والمصيبة مين اللي بدل؟ طيب مين كان المدرب أمس؟ مين المسؤول عن المنتخب؟ مين المسؤول عن التشكيلة؟ مين المسؤول في المباراة هذه اللي أمس أنت كنت لاعبها؟ يعني لما مدرب يسوي تبديل، إذا قلنا إذا أنت اللي سويته تمام حتكون راضي، لأنه أنت بنفسك بإرادتك اللي بدلت، قلت هذا اللاعب ما ينفع اليوم، ما سوى لي حاجة، أخرج وأدخل ويا فلان. بس انه مصيبة احد يبدل وانت تعترض ويطلع فوق هذا كله مو انت اللي سويت التبديل، هذا مصيبة. والله العظيم اني قلتها من اول، ادمي هذا اذا رجع حينكب المنتخب، بس ما حد صدقني. الجمهور كان مع العاطفة، كان مع انه لا يرجع وكان افضل من غيره من ذا الكلام. كنت اقول ايوه المدرب اللي قبله يمشي بس نجيب مدرب جديد. ما نرجع رينارد نهائيا، لانه حرفيا المدرب هذا شح، خلاص خلص من الافكار اللي عنده، خلص من اي حاجة، ما ينفع نهائي انه يكون مدرب. والان طالع هاشتاج انهم يبغوا اقالة رينارد، لانه الادم قاعد يرجعنا مليون خطوه ورا مو قدام زي ما كنا متوقعين. وانا عن نفسي ما انا مستغرب من اي شيء قاعد يسويه رينارد الفتره هذه، من عك، من قرف كروي، من منتخب غريب اول مره نشوفه، منتخب ما هو عارف يلعب كوره حلوه او نظيفه نهائيا. لانه الشيء هذا انا كنت متوقع من وقت ما رجع، بس انا مصدوم من الناس اللي مستغربه. وصدقوني لو استمر حنكمل زي كذا، لانه حرفيا ما عنده اي دماء جديدة على قولتهم يقدر يسويها للتشكيلة أو يقدر يقدمها للمنتخب، أو حتى مو هذا هو المدرب اللي حيوصل منتخبك بعيد. حقيقي أتمنى إنه يمشي. طالع هاشتاج دحين إنه إقالة رينارد مطلب الجمهور، فأتمنى من جد إنه يمشي. انتوا قولوا لي ايش رايكم في رينارد، وايش رايكم في الفتره هذه اللي قاعد يلعب فيها مباريات المنتخب؟ هل انت هذا المنتخب راضي عنه؟ لايك وفولو، اصف الباي، يضيفون عليه.